كتير من الأكلات سبحان الله نحن وصغار ما بناكلها، وبس نكبر وهيك نوعى أكتر بتصير طيبة. ومن ضمنها البامية، هاي الأكلة صارت إدمان عندي. أول شي نقيت البامية واخترت اللي حباتهم كبيرة، لأني رح أقليها مع بندورة فالصغيرة ما بتشتغل. وأمعت البامية يعني شلت الرأس، وهون بحط كمية محترمة من زيت الزيتون لأنه بدون لحمة فبدنا ندللها بزيت الزيتون. وبس سخن الزيت نزلت عليه بالبامية ورح قليهم شغلت هيك 7 دقايق. بدي البامية يصير لونها ذهبي. أنا بحب البامية المقلية كتير، جربوا تقلوها مع المقالي شغلة، خصوصا الكبيرة، الصغيرة ما بتشتغل للمقالي. وبعد ما تقلت حطيت 3 حبات من البندورة الحمرة المستوية، وشوية ملح وشوية فلفل أسود، و4 5 6 أسنان من الثوم المدقوق، بس مو كبار أسنان الثوم، بتعرفوا إنه الثوم هو اللي بيجيب طعمة البامية. وقلبتن شوي ورح أغطيهم لحتى تستوي البندورة وتتسبك، ما بياخدوا وقت طويل. وآخر شي شوية كزبرة خضراء، يا سلام. اللي ما بيحب الكزبرة الخضراء مع الطبخ بالذات مع البامية لازم يغير رأيه، لأنه كتير طيبة مع البامية. ويا عيني على شكلها وريحتها اللي بيشهوا القلب، أطيب من اللحمة. هلأ رح ينبسطوا من هاي الكلمة النباتيين. والله اللحمة طيبة، شو بدكن بالحكي. والبامية ولا أشهى من هيك، وكتير طيبة بهي الطريقة، لازم تجربوها. إذا حبيتوا الفيديو شاركوه، لا تنسوا اللايك.